لو عرفت قصة الشخص ده هتعرف ان هو اغرب واقذر شخصية ممكن تقابلها في حياتك. لا حول ولا قوة الا بالله. الراجل ده امريكي واسمه روداجان ريتشز، اكتر شخص رفع قضايا في حياته ضد اشخاص واسباب تافهة ومضحكة جدا. واول قضية رفعها على والدته واتهمها ان هي ما عرفتش تربيه. انت بتتكلم جد؟ وقدر يحصل على تعويض منها قيمته 20,000 دولار. ورفع قضايا على جميع اصحابه لان كان هزارهم تقيل جدا معاه، واي حد منهم يتأخر على ميعاده او يقول له كلمه تزعله يرفع عليه قضيه فورا. ورفع قضيه على جيرانه ومدرسينه وحتى كمان قرايبه، ده حتى كمان خطيبته ما سلكتش منه ورفع عليها قضيه. ورفع قضايا على القضاء ورجال الشرطه، ووصل عدد القضايا 1600 قضيه، لدرجه ان هو دخل موسوعه جينيوس للارقام القياسيه. ورفع على الموسوعه قضيه بتهمه التشهير ونشر بياناته الشخصيه بدون اذن، واخد برضه منها تعويض. ورفع قضيه على شركه موتوسكار المنتجه للعب الجاتا، اتهمها ان هي سببت له صدمة في سن المراهقة. وقدر يجمع من القضايا دي كلها اكتر من 2 مليون دولار كتعويضات. وفي لقاء صحفي ليه وهو بيقول للصحفي بكل حزن ان انا عايش وحيد ومفيش حد بيحبني، فالصحفي ضحك على الجملة دي على طول، فرفع عليه قضية واتهمه باستهزاء بمشاعره، وقدر يدفعه 50,000 دولار كتعويض. ما تنساش بقى تعمل لي فولو ولايك عشان يوصل لك كل جديد. سلام.